السلام عليكم. اليوم جبت لكم وصفة بالكابريس والكاوكاو. جات بزاف شابة وتقطع كمية كبيرة، يعني 250 غرام باك تاع زبدة، درت 40 حبة إلى أكثر من 40 حبة. تبعوا معايا الوصفة. عندي 250 غرام تاع زبدة تكون طرية، عندي 3 ملاعق كبار تاع سكر ناعم، وعندي 2 ملاعق تاع العسل. العسل حيخلي لها واحد الطراوة واحد البنة. نزيد كذلك حبة بيض كاملة وصفار تاع بيضة، وهذاك البياض راح نخليه في الأخير نستعمله. عندي ملعقة كذلك تاع اللحظة، أنا شوفوا في هاد لي باد كاع نحب ندير اللحظة. وعندي هنايا كاس تاع كاوكاو يكون محمص ومرحي رقيق بزاف. وعندي ملعقة تاع لافاني، ونخلط كاع المكونات مع بعض. هنايا كنت نسيت ربع كاس تاع الزيت، حيزيدو يعطوا لها طراوه. مع زدتو كيما راكم تشوفوا. نخلط جيدا. فوالا هاوليك حوالي يعني 4 ملاعق تاع الزيت. وزدت هنايا 3 ملاعق تاع مايزينا. فوالا. ومن بعدك زدت الفارينة مع كيس خميرة كيميائية، وبديت نضم العجينة ديالي. يعني عجينة سهلة وتمتم توجدوها، وانا ما طولتش في هذا الكاطو. تمتم درتو. والعجينة شوفوها كيفاش تكون، لازم تكون طرية 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 بزاف باش تجيكم واسمو. انا استعملت هذا المول، وانتم استعملوا المول اللي عندكم اللي يساعدكم، برك شكون يكون متقوب في الوسط باش ديروا له الكابريس. وهنايا كان عندي كاوكاو كون حمصته شويه برك بقشورو، وهذيك هذيك البيض تاع البيضه زدت لها شويه تاع الماء، ويعني كملت كاع الكميه بها. فوالا عمرت بيهم دوكا وغطستهم في هذاك الكاوكاو اللي قلت لكم كان شويه محمص يعني بقشورو. وكي ديروا في المول يعني ما تعمروش حتى للفم، باسكو على بالكم بلي الخميره عندنا الخميره حيت ينفخوا شويه. فوالا. وكملت كاع يتيك الوصفه ديالي الحبات التوعي كيما راكم تشوفوا. فوالا. وانا كان عندي مول واحد اخر قلت لكم مدور، شوفوا زدت استعملت هذا المول توجور تاع كيكات هكذا، ودرتهم في الفرن على 180 درجه يطيبوا مليح. غير تشوفوهم في ليكوت يبداو يتحمروا نحوهم. يعني هاي لك طريقه راكم تشوفوا فيها، وجا الشكل بزاف شباب. شوفوا تقدروا تستعملوا بالجوز، تقدروا تستعملوا باي مكسرات. على بالنا بلي راهو كلش غالي، كلش واسمو ربي يكون مع الزوالي، مي بون لازم نديروا الفال تاع العيد راكم تعرفوا. فوالا هاملي كيفاش خرجوا ما شاء الله. وخلوهم حتى يبردوا، باسكو كان تخرج نحوهم وهما كاك سخونين كباب يتكسروا لكم. انا تكسروا لي 2 حبات ايا. فوالا. ومن بعد عمرتهم بالكابريس لداخل، وتحبوا يعني تعمروهم باي شيء. فوالا هذه هي الوصفه تاعي. بون شوفوا انايا راني نجرب لكم في هذا لي فيديو، باسكو والله العظيم ما راني لاحقه كاع يتيك باش ندير مونتاج وكاع. المهم يعني وصلت الفكره، وصل كلش. وعندي يعني مده طويله من اللي عاودت وليت لليوتيوب. فوالا. ومن بعد درت تزيين يعني خفيف، كل واحد كيفاش يحب يزين. درت شوكولاته بيضاء هكايا خطوط في الجوانب، يعني عطاتها لمسه هكذا. وانتم شوفوا كيفاش يعني تشبحوا الكاطو تاعكم كل واحد ومقدوراته. ودرت ورق ذهبي، ودرت نص حبه تاع البندق كيما راكم تشوفوا، وحطيتهم في الكيسات. ويعني والله الجو ما شاء الله، سيرتو اللي يحبوا هكذايا يعني الكاطو تاعهم هكا ساك وكاع بدون شوكولاته، يعني ولا تساعد في الحليب وكاع. كيما راكم تشوفوا هاوليك الشكل ديالو. ودوك نقسم لكم تشوفوا حبه واحد الطراوه بنه. فوالا. ما تنساوش دولي جام ولي كومونتير، واللي جربت الوصفه ما تبخلش علينا وتحطها معنا في صفحتي كوكي ماناسان. راني نحط كاع الوصفات التوعيه مكتوبين تماك. هاي ليك الحبه، شوفوا الطراوه.
فوالا إلا عجبتكم الوصفة ما تنساوش قلت لكم أروحوا للصفحة تاعي كوكي مناصة، راني نحط وصفاتي كاع يتيك مكتوبة. ومع السلامة في وصفات أخرى إن شاء الله. سلام، تهلاو في رواحتكم ومع السلامة.